خطوبة نارين بيوتي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح يكون مع بيسان إسماعيل اللي نشرت تريلر جديد بمناسبة وصولها إلى 10 ملايين على قناتها باليوتيوب. نمر إلى اليوتيوبر شيرو اللي أكد إنه بعد 6 أيام راح يكون يوم مميز، وانقسمت آراء الجمهور حول تصريحات شيرو. فهناك اللي توقع إنه شيرو قصده على عيد ميلاده بالشهر الجاي، وفي من توقع إنه شيرو راح يعلن عن ارتباطه بصديقته شهد. نمر إلى نارين بيوتي اللي فاجأت الجمهور أيضا بتصريحات قوية اليوم، حيث صرحت نارين بيوتي انه بكره راح تعلن على مفاجأة كتير كبيرة راح تغير كل شيء. الجمهور اتوقع انه نارين راح تعلن عن ارتباطها، فشو توقعاتكم بخصوص هذا؟ حابة اخبركم شيء، واللي هو بعرف من فترة قلت لكم انه في كثير شغلات عم تصير وعم نشتغل عليها، واحدة من الشغلات بكرة راح تنتشر على حسابي هون على الانستغرام. كثير متحمسة لحتى تشوفوا الخبر هذا اللي هو أول مرة بيصير، هو الفرق أول مرة بيصير معي. فكتير. أما اليوتيوبر غيث مروان فنزل ستوريات مع خطيبته سارة، وكان يعلمها بعض الكلمات الصعبة باللغة العربية. وأيضا سارة قامت بالبحث عن اسم تسنيم، ويذكر أن آخر فيديو لغيث مروان على اليوتيوب عمل مقلب لسارة إنه هو بيخونها مع تسنيم. فكرت انه طبعا موبايل. لا من ذات الاول. هو في غير واحد. مين تسنيم؟ طلع في تسنيم عن جد؟ مين تسنيم؟ ما تستبصعش. قولي صعبة ما تستصعبهاش. صعبة ما تستعبشهاش.